في الاسماك بنلاقي دايما الجمبري موجود في القمه، عشان كده طريقه الجمبري مش هتنتهي ابدا، كل يوم في جديد. لما بيكون معانا جمبري جنبه بنعمل ايه؟ بنقول ان الحكايه حلوه نبتديها بذكر الله وصلاه للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات. الجمبري الجامبو بيتعمل بكذا طريقه، اولهم اللي على الجريلا، طبعا عشان يستوي بسرعه طبعا بيتفتح من الظهر، بيشال منه علق الرمل ويستوي بالشكل ده كده الاول، وبعد كده بنروح نعمل له الصوص بتاعه المميز. لو عايزين تعملوه على البوتاجاز برضو مفيش اي مشكله، ساعات بياخد صوص بس وساعات بياخد خلطه، ساعات بيتسلق بيتعمل مقلي راس وديل. حكايه الجمبري حلوه واكله احلى وطعمه ألذ ومفيد جدا، عشان كده بنعمله على الجريلا بطريقته الحلوه دي. بنحط عليه شويه خلطه وبهارات السمك، ونروح نعمل له البهارات بقى الحلوه والملح. الصوص بتاعه بيبقى زبده، عصير برتقان، ليمون، مستردة، ساعات الله. طيب فين يا عم رضا الطرق والحاجات دي؟ نشوف بقى الجمال الاول. نحط لايك للفيديو. الله، شايفين الطرق ان شاء الله هتنزل قريب موجوده كل تسلم ايدك يا شيخنا الغالي. طب هنروح بقى نعمل ايه؟ تعال اقول لكم. لو انت من محبي الاسماك وعاشق لها قوي وعايز تعرف الطرق الحلوه والاسرار اللي موجوده في المطاعم بقى السياحيه، اي مطعم كبير في الدنيا بيقدم اكلات حلوه ان شاء الله هتلاقي الطريقه فين؟ على القناه بتاعتي، قناتي اسمها الشيف رضا شعبان فوده، على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. يلا، عايز متابعه واشتراك في القناه، واهم حاجه ذكر الله والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليقات، اهم حاجه. ولو عجبكم الفيديو شاركوه. يلا يا جماعه، في حاجات حلوه هتنزل ما تنسوناش بلايك. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.